تراجع بالنسبه للناس اللي عطيني الميكرو ورجع لنا. تراجع على داكشي اللي قلنا يوم انا نشوف شلحيت ولا تعرف. لا هذه عربي. اذا بالنسبه للاخوان اللي كيقولوا على اننا الموقف اللي كنا اتخذناه يوم الجمعه الماضي، اكيد فعلا الموقف اللي اتخذناه كان موقف ديال الانسحاب من المشروع والتوقف ديال المشروع، وايضا المستثمرين كانوا في ذاك الوقت كان عندهم هذا الراي، لان كان من بعد واحد اللحظه ديال الغضب فهما كانوا يعبروا عليه، وهذا رسمي انا عبرت عليه. حنا ما قلناش بان راه ما قلناش هادشي، قلناه وقلتو بشكل رسمي، وانا ما يمكنش نعبر على الى الاشياء اللي هي رسميه، الا انه الضغط اللي كان من بعد هذاك البرنامج اللي صرحنا فيه بهذا الشيء سبب المستثمرين انهم يفكروا ماليا طيله هذا الويكاند، يعني يوم الجمعه بالليل والسبت والاحد، وفكروا لانه من بعد جات الكلام ديال على انه المشروع ما بقاش ديالهم، لان كان دائما الحاج والشركاء ديالو كيقولوا على ان المشروع اكادير كامبو اكادير ماشي ديال المستثمرين، هو مشروع مدينه. وبعد هذا الحدث ملي قلنا هذاك الشيء ثبت فعلا لان المدينه كلها ناضت، لي ريزو سوسيو كلهم شعلت فيهم العافيه، وكلهم كيقولوا ماشي من حقكم تعيشونا في الحلم واليوم تقولوا نهزوا الشاكوش ديالنا ومشيو بحالنا. وبالتالي بالعقل وبالمنطق وبالعاطفه اكيد على اننا اليوم خصنا نستمروا مع الناس ونستمروا مع الساكنين ونستمروا مع البلاد ديالنا. وبالتالي الموقف الان هو اننا غادي نمشيو في المساطر القانونيه، وغادي نمشيو في كل ما يخوله القانون لمؤسسه اكادير كامبو اكادير لاند الى ان يثبت العكس. اليوم اون مانتيان نوتر بوزيسيون، واحد القرار غادي نقولوا لو شونتي واقف، هذا كنبقاو فيه. المشروعين توقفت فيهم الاشغال بصفه نهائيه، ولكن واش حنا مازال في الحلم ديالنا وباغيين الحلم ديالنا؟ ما زلنا باغيين الحلم ديالنا وغنستمروا فيه وغادي ننجزوه ان شاء الله، الا كان القانون كيقول لا. حنا درنا هذا المشروع لان القانون هو اللي كان بجانبنا، والاداره كانت معنا وجميع المصالح كانت معنا بما فيه الوكاله الحضريه. اليوم هما اللي تراجعوا على القناعات ديالهم وتراجعوا على القرارات ديالهم. حنا غادي نستمروا في الحلم ديالنا بالناس وبالفاعلين وبالناس اللي عندهم اراده حره، من اجل ان المدينه ديالنا تنبعث من جديد وتطلع ثاني كما كانت اكادير دائما. شنو كتقصد بالنسبه للضغوطات؟ فاش من سياق؟ لان الضغوطات اش من سياق؟ لانه قلت من بعد نهار الجمعه كاين شي ضغوط. الجمعه كانت مجموعه ديال الفعاليات السياسيه والفعاليات البرلمانيه والمنتخبين ورجال الاعمال وصناع ديال الراي ومواطنين، وانا قلتها في الندوه الصحفيه، اخر كلمه اللي تشات الحاج يوم السبت على الساعه 5 زوالا هي الكلمه ديال واحد السيده كبيره اللي هي ديال واحد الصديق ديالنا، اللي قالت لي اعطيني التليفون وكنا حداه، وقالت لي اودي المشروع عندنا الحاج ورسولي قاوينك الله يرضي عليك، المشروع عندي قاوي مدن غاصلي تعيش تاع كل الحلمات غاصدوا لي كاع من حقك باش هذا احتفلت، وكان تاثر وكانوا عينيه مغرغرين. اذا هذه كانت اخر ختامها مسك في هذا الموضوع هذا، وما يمكن لنا الا نستجموا لهاد الناس هذو. السي خالد، الملاحظ بهذا هذه الصوره اللي كيبغيها السي خالد القايدي كمسؤول اعلامي على المشروع وبالطريقه باش كيهضر وبالحزم باش كيهضر حاليا. السؤال انا مازال السؤال ما هو السؤال هو التأثير ديال التجربه الجمعويه ديال السي خالد على التعامل مع هذا الموقف. لا شوف، اكيد حنا نعتز اننا ابناء الحركه الجمعويه والحركه السياسيه ومن ابناء المدينه. هذا للصدفه يمكن ان القدر سمح لي انني نكون بجانب هذا الرجل والشركاء ديالو في هذا المشروع. انا معاه مع طاقم اخر من الفاعلين الجمعويين، لان مخدم معاه فاعلين جمعويين ابناء المدينه ولاد الشعب اللي خدمنا معاه في اتلانتيكا باركين والداري موران. اليوم بنينا مع هذا الحلم سنوات في هذه 7 سنين، واكبنا هذا الحلم لان عندنا الغيره، وانتم كتعرفوا الغيره على هذه المدينه وعلى هذه المنطقه وعلى البلاد ديالنا. اليوم ملي كنتعرضوا لهذه المناوشات هذه اكيد اننا غندافعوا عليها دائما في اطار احترام القانون، دائما في اطار احترام المؤسسات، دائما في احترام الاراده ديال الناس والاراده ديال المستثمرين. حاجه اخرى كتقولوا الناس معاكم واخرين غادي ياخذوا، كتقولوا مدينه اكادير، يعني راه نحن نقصد المنطقه كلها بما فيها مدينه زكان، مدينه شارع، مدينه ملول او ما يسمى باكادير الكبير فقط للتوضيح. اذا حنا دائما ملي كنقولوا اكادير سي لو كرون اكادير سي سوس سي الجهه، واخا كنغلطوا في التعبير احيانا كنهضروا على المنطقه وكنهضروا على المغرب. هذا المشروع دابا اليوم هو ديال المغرب وليس فقط ديال اكادير. شكرا.